نشت صراحه وكسير من المظاهرات كقوه اولويه الصراع، لان اخر مظاهره قد يدوز الضوف لا بعد ان تكون طابينش نلقى وقت الني ايودي لا بد من الانتقال من مرحله الميادين المظاهرات الى مرحله الفكر، يعني الحراك سينتقل الى انتاج ادوات نضاليه فكريه تنظيريه. اذا غادي يستورس الندوات، غادي يستورس اللقاءات، غادي يستورس المقالات، غادي يستورس المعارض، ما تسمى نحو اتجاه بناء يجب تصور حقيقي علمي شامل كامل للقضيه الريفيه، لان المظاهرات اغلبيه بدات تسمى حبا للريف وحبا للحراك ولقادته، ثني العاطفه تريد اكثر، وانما شي تستغنى عن محتوى العمل بالنضال العقلي والعقلاني. اذا كاع المظاهرات بالنسبه لي مهمه وغنقول الاولويه في الوقت هذا، لان مشات شي مرحله تمكن روحنا في الصراع الفكري التصوري، لان المرحله تسمى من جهه غنقول الصراع تسمى تفرض علينا كيف يمكن للريفيون ان يواجهوا خصما اسمى عنيدا له كثير من ميكانيزمات المقاومه، سواء الاقتصاد لانه لوبي اقتصادي مهم، غاس ملايير الناشين يكسي المخزن، غاس المجتمع يدب جيت يعني تسمى قاك يسكس بلانشا ويتنكي ويتكنكي، لان غيتفيس علي بن حمدوش سلبوتشيتشيه الزاويه الحنصليه هي تسمى ديال الحروز، وخلي اتوقع المظاهره موسقا الثوره ديال موزمبيق يتيب ولا وقع المغرب، لان الشعب المغربي صافي يشا الاستسلام، يشا العبوديه، يشا الانبطاح، يشا الانتهازيه، سوني قاعد تلقى المظاهره في اوروبا امثني دوز الضوء نش لا يحكموا عليها، ما هي مقصد خويا يتمات بنيت الله يعاون دوز الضوء فاشله او ناجحه لا يهم، وهذه شي مساله تنجح المظاهره قد تفشل، وهذا شي مقياس سطحي وزعفتش، يعني المظاهره شاكل جسنا، ولكن فعلا نزرع شي نوع من الخدعه الخطه تثير التساؤل الذي يجب الحنجات كثير شي مسرايين يعني كانت تعاكس المحتوى الحراكي، لان المحتوى الحراكي لا للدكاكين السياسيه لا للجمعيات الاسترزاقيه ولا للانفتاح للمخزن للمسرايين، وانما لا حاجه تكسير نيش شعارات شكون سجل شيء، وثانيا سجل اللغه عاود لا تنتمي للغه 120 هي عربيه، والرموز اكثر من هو بحدحداح اني مسقال ذوني بيضاويين بكل احترام. اذا انا مخترقه موجه مخترقه ثاني طبيعه الحال، لان المخزن حاضر اكيد ماشي مريمه اش يخترق وخلي بحبي وخلي جلس اش يخترق، لان غاس الميكانيزمات وحراضينا ينو ما غاحنا دوزلتو راه حارس جمهور نيشان بان شي نخدم المخزن، لان ميت انا ني على غنسميذ هو الفوز معشوقيون بقياده عصابه عمام غياس تسمى حزب النجاسه ومصفى الخساره. اذا هنا من تقلوها هو محاوله احتواء الحراك ضد الخارج، ما تبنينيش ارضيه جديده اعاده الدماء يسمى في شرايينهم عوض يعني راه موثن الى يسراون عاد روح يسراون قتات جوخي موثن يسراون سني، لان هذه الشيء ناس فاك يدوز الطوف ومي غتفضحان ديال الخطه نسان ان الحراك صافي الزنزانات صافي يسمى قاعد يعني ونيتا زي ما يوقع. اذا ظهور الحاجات اللي شكون تحكم في الحاجات لان ما يخص، ولكن وكيتجان ديني كمنظمين كمسؤولين فعلا تسابش الحسابات الاخلاقيه القانونيه التنظيميه تسد ديال الاخلاقيات النظام شكون سيدني لا يلقاش هذيك المظاهره خدم غلط سبحان السوال نسمى خي ساعدان السوال النظام المظاهره اللي وقع في فبراير دايتي في بروكسل اني نسمى مراه خطون احمر ام نقول مراه خطون احمر وسميت نظام وخصتي ولد شيء يسمى ما يضبط ميخدم المظاهره ما تلقى المظاهره تسمى خذيعه زايد خذيعه زايد ما لقيت شي حاجه، ولكن تا تيجي الشعار ما تغلط لي انا دارسين ام بقاو يسمى اسم بقضات فيه السرعات نظن لا. اذا المظاهره من مارس كانت مناسبه عالميه الدرس من المغايرين في نقول ما اوروبا مشكل غاس المغارب هلقى لك المراه خطون احمر تعالى واش اوروبا تعانى فعلا تعانى اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا اسرويا في كل شيء، ولكن تسالتني هذا النظام القان وجا خطر ندير تليفون في فكرح ولكن تا الشعارات سما نلقاك نفوز معشوقيه فلسطين يخثان ولكن قال الحراك مغربي ولا شي حاجه لا لي مغربه الحراك ولا لي مخزنته لانه تيتيز وزمات الزياده بوامان لابد هذيك العرب نشيل غير خصوصيه افرازيه غير خصوصيه تجاوزيه هي تسقط شي وتوقع هو عصق لانه غادي تجي شي متصلك حال وتجي مي خمحنا يخلفوا نقل استراع الحراك غا الدار البيضاء وقاتي ما تفكر اليوم تحس ما بكرو راكم من المخزن غير والو. اذا نخوزوا معشوقيون سما قاعدين المظاهره اللي جايتين راح نسمى سفاه مويتي خاصه قال غازني بروكسل غنستغل اش تحني تقول خوك ناس بزاف قاينا يعني الناس نيت لان انت الناد على حساب مكيحي مكيف، ولكن اذا سيكي داخشف مساله ديني وقع السؤال شنو تهمشيني الناس تهميني نيجي داخشف ايا ودي قال شي حقا قد عاني غدا عاوني واش اللغه تعاني دا اوروبا اكتساب حقاش انت حتى تسمى تشي كي الجد قد الله يحفظ تسمى قاع ما نعرف تسمى كي سنه فراديه روح هذا يلقى لك تسمى المراه يوم عالمي ولكن تبقى نضيعتين تسمى الايديولوجيا نسي لان خوز معشوقين سنيدن انتهى زمانهم انتهى طرحهم يفقد ركاز يقدرش مع نسن يقدر ناس صوره لانه تيجي الفكره تسمى كادوكاو دائما تسمى قاع تسمى كادوكي عشاء لان هنا نلقى لك التحليل الملموس للواقع الملموس روح صباح تسمى التحليل المنحوس للواقع المنحوس
الا فهمت قانا تسمى وحده نقد وحده روح صبحت قانا همزه تجيب همزه حلي باش تولي حلي باش تغلي هامي راح عندني راح نجلس ترزع. اذا النظام اذا الباكاج السني خوا تفهم كي والو لان ليس له مشروع مجتمعي تقدم العارف طرحا يعني حلول سنين ثانيا جات لم يتنخرا حتى زعما الجيفاز نسمح سوعات ولا حاب الزب هاني يدقلوا سواء واحد المستوى بين زوجين سواء البرامج القادمه من يدقل اذا اعاده الخطه المخزنيه للسيطره على الحراك في اوروبا ذريتين ثلاثين شي سنين ولكن شي قاعد ما يسمى بالشرعي ويسمى الحراكيون الحقيقيون بالمرصاد شي واخد الطريق سمى العادي لان قضيه الحراك قضيه عادله وسمي غزنزو وسمي غزتصغر قد تلك تحكم غير في سنين لان في الشروط الداخليه نحو الانتصار قد يزور الحق اذا يجي الحاج لا يزور الحق القمه من حتى تحقق الحق اذا سمي ميخص العياط ديال الصار على تسمى فول على هذا اسمه دواز سبحان راسي اذا مسرينا لو خلقوا زوما شوقيون نتحول الطمس وتزييف وتسويف وتسويق يجي النوع اسمه الخطاب انهزامي انخطاب تكتيكي للمجتمع الحراكي اسمه في اوروبا ثاني تسمى في الشماقه تسمى شين وقاقات النيتين اذا قاعد ما يسمى باللوبي يعني القوه المخزنيه نتحول ندير اسمه عياخر الحراك في شخصي ما يسمى بعمضرياس والاحزاب اللي يفوزوا مع شوقيه وخد اثر الناي اذا ينا الدنتج النوع السيطره من تحت الدف ماذا كاين غيودي قحقه كنستطع انقذ في الحراك كنفوز ماذا يوقع المخزن خلقه كنعاقبوا تسمى كنجهد انت اصلا المعاصره اللي ميديروها رغم اسمى نفس اللي مرض ديني رفقه يمكن وقع سنين شقاق ولا شي حاجه ان المخزن الى زول عياش الدوله ايش نروح في المستقبل هو الحزب وليتين اصلا يويتين هذه يحول غير الحزب جهوي ماذا لان يظهر بان صعود التيار الحر تيار الهويه الريفيه تحت قاعدة الديمقراطية الشرعية في تأسيس تحقيق مصير القومية الريفية يسمى بأن يوابر ذيس غاس الترحيز الحقيقي الحقوقي التنظيري الفلسفي يسمى يؤسس لأرضية ومشروع إذن يخلق مواسطة هنا هذا نوع يعاود يسمى يجي مزور أثنين قاقة الأسرة المعاصرة يخوز معشوقين النظم قد هنا من القوة الجهوية إذن هنا لا أعلى سقف في اللغة يمكن الحكم الذاتي الذي جاء من حركة الحكم الذاتي الني إذ الحركة الثقافية الأمازيغية الني ندير ونزل الجامعات قاع يسمى حروية المخزن سي دروطان إذن تعيط يجي نقول على لا يمكن قاع يسمى الذهاب معها لأنها لا تؤسس لطرح حقيقي. أما الحراك فهو إنتاج موضوعي وحقيقي وشرعي وبيولوجي للريف. إذا الحراك وسمي غتزنزل وسمي غتصدع ما راكش ولا شي حاجة. الحراك يتبدد بنظريته هو الذي أسس أرضية للطرح الثقافه ما يسمى الديمقراطيه المباشره كما مات وتاثرنا على كاتالونيا وتاثرنا على الجزائر في حراكها الديمقراطي الان وتم دراسه الحراك. الحراك اسس لملامح فكر سياسي قادم جديد سيطرح نفسه على الساحه الفكريه السياسيه والفلسفيه والفكريه ديال المغرب. خصني نقرا لان الطرح القومي الهويتي يتساغ في الحل نص بمرجعيه التاسيسيه حول الحقوق حقوق الشعوب وتجيبوا حقوق سمى الافراد هذا يفرق شي حاجه سبيتا هذا يفرق شي توع لشي ما ينيز الاساس افريقيا قنني شويه تجبوروا يسمى يستدعى مخاصمه كعزق مخاصمه غزو مخاصمه الجا مخاصمه الصحفظ مخاصمه الزوزع لو نسمى اذا ولكن قاع كما لا تفكير في زمن النظام الحراك جاء انتاج يعني صريح طاهر من القضيه الريفيه. لماذا؟ لان صلصه يصير ما قلني ميغريت مخاول تسمى الحراك صلصه لا اللبويه وهذه مو الحاجه حمداويه ولا الداوديه ولا حميد الظاهر تمام. اذا قاعده تمثل 30 تفهمني ريفيه القضيه الريفيه في تطورها التاريخي تسمى دائما تعطي اسمها اندفاعات انفجارات تسمى تمردات تسمى في مفهومها السلمي وتجي تسمى اذا قاعد ديال العمق ولكن اسمها ضد اذينا بان الحراك في اوروبا في ايدي امنه وقعت لابد للشعب سما نعرف هذه افتخر مشروع ندوي الحراك وهو النقله نحو التغيير الديمقراطي وتحقيق المواطنه في اطار ما يسمى بالدوله المعاصره المبنيه على التوافق ومبنيه على التعدد اللغوي والثقافي والقومي.